السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات قناة أدهم شاهين المتواضعة، والحديث عن مباراة الزمالك والمصري، وقبل الحديث عن الزمالك والمصري في الكونفدرالية الإفريقية. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبة العام الجديد، وكل سنة وانتم طيبين لجمهور الزملكاوية بالأخص اللون الأبيض بمرور 114 سنة على إنشاء وتأسيس نادي الزمالك. فلو وصلك الفيديو اخبط الجرس المتين وفعل زر جرس التنبيهات والاشتراك في القناة واللازم منه، ويلا بينا نبدأ. بسم الله كده. الماتش بدأ. جدو كروس حط تشكيلة جميلة جدا متوقعة على الورق باستثناء مصطفى شلبي، يعني لسه ما جاش اصلا، ما بيلعبش يعني مصطفى شلبي. والمصري نفس الكلام، سكواد محترم، علي ماهر مدرب محترم، اللي يقول لك عقدة الزمالك و بس عايز افكركم بحاجة بمناسبة عقدة الزمالك ده يا جماعة. نادي المصري 2019 لما الزمالك خد الكونفدرالية مع جدو جروس برضه، كان المصري كسب نادي الزمالك والزمالك خد الكونفدرالية. سنة 2023 المصري كسب الزمالك والزمالك خد الكونفدرالية. ده مش معناه ان الزمالك هياخد السنة دي الكونفدرالية لان المصري كسبه في الدوري، بس بقول لكم معلومة احصائية يعني. نخش في احداث المباراة، وهي الملاحظة الاهم في المباراة باستثناء عبد الله السعيد هنجيله دلوقتي بعدين، بس هي الجبهة اليمنى بالنسبة لنادي الزمالك، عمر جابر وزيزو. الجبهة اليمنى دي يا جماعة دي تكتيكات مدرب، أنا أول مرة أشوفها في الزمالك إن هم لعبة متفقين عليها. عمر جابر وزيزو بيضموا لهم على اليمين محمد شحاتة، وعبد الله السعيد بيروح ناحية الشمال شوية يسند الجبهة اللي الميتة اللي هناك دي. عمر جابر اللي يجري على الخط، زيزو يقطع لجوه، الوان تو الكروسات. دي حاجة متدربين عليها أنا متأكد مليون في المية، لأن أول مرة أشوف نادي الزمالك كان مع جوميز باستحواذ، يمسك كوره وناصر كوستا ناصر ماهر والدنيا ومعتمدين عليه وعبد الله السعيد. النهارده الماتش بعنوان انت انيل انا انيل منك، انت زفت الطين انا اطيب منك، احنا محدش هيجيب اجوان، هنطلع بالتعادل مرضيين. الحمد لله احنا ناس مصريين واخوات في بعضنا وعايزين نتأهل احنا الاتنين، فناكل عيش ونمشي الدنيا ومحدش يجي على حد. لكن عبد الله السعيد كان هيجي على النادي المصري في اخطر هجمة واخطر كرة وابرز كرة في المباراة في الدقيقة 80 بالظبط. الهجمة دي يا جماعة هجمة نموذجية، يعني دي حالة خاصة بنشوفها بره في اوروبا، قليل اول ما نشوفها في الدوري المصري، اللي هي التيكي تاكا. التيكي تاكا دي يعني اللي بدأ الهجمة هو اللي نهاها. عبد الله السعيد، عمر جابر استخلص الكرة، ارتداد فظيع جدا في التحولات ما بين ثلاثة، زيزو عبد الله السعيد ومشلاك اللي هنجيله تاني دلوقتي. زيزو مشلاك تبديل مراكز اول ما يعني بنشوف فيفا تبديل المراكز، ده الجناح جه اللي هو مشلاك من اقصى اليسار لليمين، راح زيزو مديها له هوب عرضيه لورا. ده ماكينات المانيه اللي حصل ده، يعني الهجمه دي جميله جدا، هي الهجمه الاخطر. عبد الله السعيد طبعا خالد صبحي تقمص دور حماده طلبه في قدام نيجيريا وشالها من على الخط، وكان الزمالك مش موفق فيها. نيجي بقى للنقط الأهم، النقط التحليلية والتكتيكية المهمة والأبرز في المباراة، وهي كرة برضو النادي المصري اللي هي عملها ار2 دي، كانت برضو كرة خطيرة يعني. نيجي بقى على الحاجات اللي عاملة إثارة جدل. مصطفى شلبي يا جماعة لسه في الساحل، الجبهة الشمال دي مش موجودة، إن كان فتوح أو شلبي هو اللي سندهم النهاردة عبد الله السعيد. عبد الله السعيد العجوز الشاب الظاهرة المصرية التي لن تموت. عبد الله السعيد ده يا جماعة أسطورة حية، هو اللي ناقص الجبهة دي، غير كده الجبهة دي ميتة. مصطفى شلبي انت ماشي على الخط، طوالي قطر أبو قير وامشي. بمناسبة أبو قير هم هيلعبوا أبو قير في الكاس، فربنا يستر يعني. فالمهم مصطفى شلبي الناس بتهاجمه، مفيش زملكاوي بيطيقوا والدنيا والتيت والشريط، ومشلاك نفس الكلام. بس مشلاك النهارده بيقول لا يا جماعه انا موجود، يا جماعه استنوا عليا، يا جماعه انا في لغه بتكلم انجليزي مش بتأقلم على الجو، انا في نادي احد السعودي، الدوري السعودي خطير وجماهير والاستثمارات والفلوس والكلام ده كله. راجل كان شغال وبيجري وبنشوف سرعاته وكروساته وبتاع. جينا هنا الماتش ده بصراحة الراجل بيقول بيثبت نفسه ولسه هيجي منه أكتر. النقطة التانية هي زيزو.
يعني يا زيزو بوخت قوي، بوخت. كلنا بنحبك، كلنا اهلاويه زملكاويه بورسعيديه، كلنا بنحبك يا زيزو. بس موضوع كل موسم بقى تجديد زي مبابي بتاع باريس، مبابي هيروح الريال. يا عم زيزو جدد واخلص. انت بتقول انك زملكاوي وانك جمهور ولو اتعرض عليا ملايين كل موسم هيطلع بقى ابو زيزو والله مش موافق. يعني خلاص، خلاص يا عم زيزو. كلمه اخيره هقولها لك، يعني يا ريت الفيديو ده يوصل لأكبر قدر من الناس. كلمة أخيرة هقولها لزيزو: نادي الزمالك هو كيان ما بيقفش على حد. التيشيرتات البيضة دي لو نزلت لوحدها هتلعب. واخر حاجه هقولها: هو خط النص نادي الزمالك هو اساس نادي الزمالك حاليا في الوقت اللي احنا فيه، اللي هو دونجا. استخلاص في الكوره يا جماعه رقم 6. الراجل ده فكرني بطارق حامد بجد، بس يخلي دماغه في الملعب على طول. دماغه في الملعب ده احسن 6 في مصر. ومحمد شحاتة يجي منه، وعبد الله السعيد هو احسن لاعب في مصر. وختاما كان معكم ادهم شاهين. وصلك الفيديو اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يوصل لك فيديوهاتنا جديد اول باول، واعمل لايك. وشكرا انك شفت الفيديو.